رحلة صعبة لكن تستاهل. علمها الدكتور كيف تتوقف قبل الأكل، تسأل نفسها أنا حاسة بإيه، وتتعلم تواجه الشعور بدل ما تهرب منه، تطلب المساعدة لما تحتاجها وتتكلم مع أقرب الناس لها. في كل مرة كانت تريد الأكل كانت تحاول تمشي أو تكتب أو حتى تبكي بدل ما تأكل. كانت تسقط كثيراً، لكن هاي المرة لم تكن تكره نفسها بعد السقوط، بل كانت تقوم أقوى وتكمل المشوار. شيئاً فشيئاً بدأت تفهم نفسها، لم تعد ترى نفسها ضعيفة، بل إنسانة موجوعة كانت تبحث عن طريقة للنجاة. بدأت تهتم بنفسها، تأكل بوعي، تتحرك، تتنفس، تلعب رياضة، ولأول مرة منذ سنوات